الموقف اللي خلّاني أغيّر نظرتي للناس، أنتم متخيّلين؟ السلام عليكم، إزيكم يا أصحابي عاملين إيه؟ معاكم سارة ودي قعدة جديدة من قعدة المصطبة. لو أول مرّة تسمعني فاحب أقول لك أهلًا بيك وسهلًا في الدردشة اللي بنقعدها سوا كإننا قاعدين في رُكنة جنب الشباك وفي هوا خفيف كده جاي في الحر اللي إحنا عايشين فيه ده. بنحكي وبنفضفض من غير حُكم ولا تنظير، بس المهم كل الكلام ده بيبقى طالع من القلب للقلب. النهارده بصراحة بس قبل كل ده أنا بس حابة أعتذر جدًا عن التأخير في النزول لكل الناس اللي بيتابعوني. الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني هابدأ بقوة، ومش هاتأخر تاني خالص في النزول للبودكاست. يالّا نبدأ، يالّا نبدأ حلقتنا. النهارده عايزة أحكي لكم عن موقف بسيط أوي حصل لي وأنا رايحة أخلّص شوية ورق في البنك، يعني مش حاجة درامية أوي، بس والله يعني الموقف اللي حصل لي ده علّمني درس كبير أوي فضل عايش جوايا آآ لحد اللحظة اللي أنا هاكلمكم فيها. هو الموضوع طازة كده. كنت داخلة البنك والدنيا كانت طبعًا زحمة جدًا، إحنا في آخر الشهر، في معاشات بتتصرف، في الناس بقى اللي بتبقى عايزة تصرف مرتباتها اللي بتنزل لها بدري. يعني مش هنحسد، اللهم بارك الناس اللي بينزل لها مرتبات قبل بداية الشهر الجديد. وطبعًا الناس في البنك بتبقى عارفين إحنا شكلها بتبقى عامل إزاي في البنك، ملامحها باين عليها الضغط والتوتر، يمكن زيي بالضبط يعني. أنا طبعًا كنت متأخرة على ميعاد تاني ولسه ورايا طبعًا حاجات تانية كتير أعملها، وكنت متوترة جدًا في وسط الزحمة دي. طبعًا لإن أنا عارفة البنك يعني خلاص يوم خلص. في وسط الزحمة دي في راجل كبير أوي في السن، وهو طبعًا قدّامي في الطابور وكان باين عليه إن هو تعبان أوي. بس المشكلة مش في كده، المشكلة إن هو كان بيتكلم بصوت عالي شوية، وكان في صعوبة في التواصل ما بينه وما بين الموظف. يعني إيه يا سارة؟ يعني كان بيرد على الموظف بصعوبة كإنه مش سامع كويس، كل شوية يسأل الموظف نفس السؤال والموظف يرد عليه بالإجابة هي. فاهمني؟ فطبعًا الناس في وسط الزحمة دي وعايزين ننجز وقت، وطبعًا هو معطّلنا مع الوقت، الناس بدأت تتنرفز، وأنا للأسف بدأت أتنرفز برضه وأتضايق. وقُلت في بالي يعني إحنا ناقصين معقول مستعجل وده جاي يتكلم كتير ويعطّلنا؟ يمكن ما قُلتهاش بصوت عالي بس فكّرت فيها وفكّرت فيها بقسوة، يعني اتعصبت أوي بيني وما بين نفسي. أنا أصلًا عندي حاجات كتير عايزة أخلّصها وعايزة أنجز وقت كبير، علشان أنا محتاجة أعمل كذا حاجة في اليوم، يعني أنا اليوم بتاعي مش هيخلص على كده. وبعد شوية حصل اللي خلّاني أرجع أفكّر في نفسي قبل ما أفكّر في غيري. يعني أنتم ذات نفسكم هتنصدموا. الراجل قال جملة واحدة بس، قالها وهو بيبُص في الأرض وبصوت واطي خالص. قال: "أنا آسف يا جماعة السماعة بتاعتي باظت ومش سامع الموظف كويس." بُصّوا يعني مش قادرة أقول لكم يعني كَم القسوة اللي كل الناس حكموا عليها أو على أساسها على الراجل صعبة أوي. يعني هو شخص ذو قدرات خاصة، ما عندوش السماعة بتاعته بايظة، عنده ضعف في السمع، بيحاول يتواصل مع الموظف بقى يعني على قد ما يقدر، بس مش عارف. طبعًا الكل سِكِت وأنا سكِتّ بصراحة، وفجأة حسّيت إن أنا غلطت وقلبي وجعني جدًا. الراجل ما كانش بيعمل دوشة يا جماعة، الراجل كان بيحاول يتواصل، بيحاول يفهم، بيحاول ينجز اللي وراه. ما كانش قصده خالص إن هو يعني يعطّل الناس دي، هو كان عنده ظرف صحّي. الموقف ده بسيط جدًا،
وعارفة إن أنت تقول له يا سارة أنتِ مكبّرة الموضوع، بس حرفيًا موقف إنساني، موقف غيّر حاجات كتيرة أوي جوايا، خلّاني أفكّر إن اللي قدّامي ده عنده قصّة، عنده ظرف أنا ما أعرفوش. يمكن الشخص اللي بيأخّر عليَّ الطابور عنده فقد سمع، يمكن الست اللي بتزعّق في السوق لسه خارجة من خناقة في البيت، يمكن الموظف اللي بيتكلّم ببرود لسه حد مبلّغه خبر وِحِش، ويمكن حاجات كتير، وأنا كمان ذات نَفْسي ممكن الناس تحكُم عليَّ من غير ما يعرفوا أنا عدّيت بإيه النهارده من ظروف، يمكن عربية خبطتني خبطة بسيطة، يمكن محفظتي وقعت، ما هو وارد الكلام ده، يمكن موبايلي مش عايز يشحن، يمكن أي حاجة، يعني أي حاجة، أنا بادّيكم بقى حاجات بقى تافهة أوي، بس حرفيًا بتوقّف يومنا، فاهمني أو فاهماني؟ أنتِ واصل لكم اللي أنا بافكّر فيه؟ ساعات يا جماعة الحياة بتبعت لنا دروس مش في المحاضرات ولا في الكُتب، ولكن بتكون في طابور زي طابور البنك، زي طابور العيش، في شارع زحمة، في نظرة من شخص غريب، ممكن ييجي لي درس يعني باتعلّم منّه، كل واحد فينا شايل حاجات وساكت عنها ومتحمّلها لوحده، وأقل حاجة ممكن ندّيها لبعض هي شوية رحمة، شوية تفهُّم، شوية إحساس بالغير، شوية أعذار، مُبررات للناس اللي حوالينا، فاهمينّي؟ علشان كده الموقف ده خلّاني أقول طَب يا ربي موقف زي ده حصل، أكيد كل واحد فينا مَر بموقف زي ده و واتعلّم منّه، فليه ما نشاركش بعض المواقف دي؟ سؤالي ليكم النهارده بقى، لو حصل ليكم موقف شبه ده، حد خلّاكم تراجعوا نظرتكم عن شخص أو عن فئة معيّنة، ممكن تحكيها لنا؟ ممكن تحكيها؟ شاركوا معايا في التعليقات وابعتوا لنا إيه الحاجة أو الموقف شبيه بالموقف ده خلّاكم تغيّروا نظرتكم أو رأيكم في عقلكم. صدقوني أنا مش يعني بودكاستية ولا كاتبة ولا أي حاجة، أنا واحدة منكم باحكي زي ما باعيش، باقول اللي في قلبي، يمكن اللي في قلبكم كمان. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتدعموني بلايك وتشاركوا الحلقة مع حد ممكن توصل له الرسالة دي. أشوفكم في قعدة جاية إن شاء الله. أنا سارة ودي كانت قعدة مصطبة.